بيبدأ الجزء الثالث من لعبة الحبار بعد ما المتسابقين استسلموا، بس الحرس بيخلصوا عليهم، وبيظهر الرسام واللي بيكون داخل المسابقة عشان يعالج بنته المريضة، وبيتحايل على الحارس عشان ما يقتلهوش، بس الحارس بيضربه طلقة وبيطلب منه يعمل نفسه ميت، وبتطلع دي سيون، وبيجي الحراس عشان ياخدوا الجثة، وبيفرحوا ان الرسام لسه عايش عشان ياخدوا منه اعضاء ويبيعوها، وبيكون الحارس فرحان من اللي سيون عملته عشان هو فاكر انها عملت كده عشان خاطر تساعدهم. وبنرجع لباقي المتسابقين وبيدخل عليهم الحرس وبيسيبوا لهم تابوت، وبيقربوا من التابوت وبيلاقوا فيه سونج وبيكون لسه عايش، وبنروح للمركب وبيكون وانج ورجالته بيدوروا على صاحبهم اللي القبطان خلص عليه لانه اكتشف حقيقته وعرف انه شغال مع اللعبه وبيحاول يضللهم. وبيحاول القبطان يقنع وانج انهم يكملوا وبيقول انه ممكن يكون صاحبه شرب كتير ووقع في الميه وزمانه دلوقتي ميت، وبيقتنع وانج بكلامه وبيقرر يرجع للشط عشان يدور على حد تاني يطير الدرون. وبنرجع تاني لعند المتسابقين وبيفوق سونج على صوتهم وبيكونوا بيتخانقوا لان في مجموعه عايزه تهجم على مؤسسين اللعبه عشان ينتقموا لاصحابهم، والمجموعه التانيه بيكونوا رافضين وخايفين لا يموتوا. وبيفوق سونج وبيكون تعبان وبيسأل على اصحابه وبيعرف انهم ماتوا كلهم، وبيدخل عليهم الحرس وبيعرفوهم ان في 35 لاعب ماتوا، ودلوقتي نسبة كل واحد فيهم زادت، وبيسألهم لو عايزين يكملوا، بس سونج بيكون منهار وبيتحرك ناحيتهم وبيقول لهم انتوا ليه ما قتلتونيش انا كمان، وبيبدأ يشد منهم السلاح وبيكون عايز يموت نفسه. وكل ده بيكون اللاعب رقم واحد قاعد بيتفرج، وبيتصل عليه القبطان وبيعرفوا ان وانج ورجالته راحوا يدوروا على حد يطير الدرون وهيرجعوا من تاني يدوروا على الجزيرة، وبيطلب منه اللاعب رقم واحد ما يخليهمش يوصلوا الجزيرة غير لما المسابقة تخلص. فبيسألوا القبطان يعمل ايه لو الوضع ساء، فبيقول له يخلص عليهم كلهم بما فيهم المحقق واللي هو اخوه. وبنرجع تاني للقاعة وبيبدأ التصويت، وسونج بيكون مربوط بكلبشاته ومش بيرضى يصوت، والتصويت بيخلص واللعبة بتكون هتكمل، والفريق التاني بيقعدوا يحفلوا عليه بيقولوا انت طلعت معانا واحنا كنا ظالمينك، ودي كانت خطتك انك تخلص على فريقك دفعة واحدة واحنا نفوز في التصويت باكتساح. وكل ده سونج ساكت ومش بيتكلم، وبتيجي واحدة من الفريق المنافس وبتعرفوا ان ارواح الناس اللي ماتوا دول هتفضل في رقبته، وبتقول انت اكيد دلوقتي سامع صراخهم في ودنك، بس سونج بيتعصب عليها وبيخنقها، واصحابه بيكونوا زعلانين عليه، وبيروح لعند الرسام وبيكونوا بيحضروه عشان ياخدوا منه اعضائه، وشيون بتمسك السلاح وبتضرب عليهم نار، وفي واحد بيحاول يضربها فبتاخد منه مسدس وبتخلص عليه هو وكل الموجودين في الاوضه، وبيكون متبقي واحد وبيطلب منها ما تقتلهوش، بس شيون بتعرفه انه لو ما انقذش الرسام هيموت هو كمان. وبنرجع للمتسابقين وبيكونوا بيستلموا الاكل وسونج بيكون مربوط، والست العجوزه بتروح لعنده وبتحاول تخليه ياكل، وبتواسيه بتقوله دي مش غلطتك، وهيون بيقول انا السبب في اللي حصل عشان كنت المفروض الاقي طريقه اوصل لكم بيها الذخيره، بس ابن الست العجوزه بيعرفوا ان مش هو السبب، وبيعرفوا ان هو شاف داي وهو كان المفروض بيجيب الذخيره، بس لما سمع صوت الرصاص خاف. وكل ده وبيكون سونج سرحان ومش مركز معاهم، وبيروح لوانج بيكون فاتح الخريطه وبيحدد الجزر اللي راح عليها، وبيجري تشوي بيتكلم معاه، وبيعرفوا انه مش مستريح للقبطان وحاسس ان ليه علاقه باختفاء مشغل الدرون، لان يوم ما اختفى سمع صوت على السفينه وطلع عشان يشوف لقى القبطان وكان في ايده مفك، بس وانج بيقول ان القبطان انقذه قبل كده وبيدور معاه على الجزيره بقاله سنين، وانه اكيد كان ماسك المفك بيصلح حاجه. ونرجع لسونج بيكون قاعد يبص لداي بنظرات انتقام لانه السبب اللي حصل لهم، وبيتحركوا للقاعه اللي فيها اللعبه وبيلاقي اصحابهم الميتين متعلقين، وبيوصلوا لمكان اللعبه وبيبداوا ياخدوا كور ملونه عشان يتقسموا الفرق، وبيكون ابن الست العجوزه متضايق لان امه مش معاه الفريق، وبيجي الدور على سونج وبيكون مع الفريق الاحمر، وبيروح لعند سيون وبيكون بتنقل دم للرسام. وبنرجع للعبه ويبدا الجندي يشرح لهم هيعملوا ايه، وبيقول لهم ان اللعبه عباره عن استغمايه والفريق الازرق قدامه 30 دقيقه عشان يستخبى او يلاقي باب الهروب، والفريق الاحمر قدامه 30 دقيقه عشان يخلصوا على الفريق الازرق وايه اللي هيخسروا، وبيسلموا الفريق الازرق مفاتيح لاوض عشان يستخبوا فيها، وبيسلموا الفريق الاحمر سكاكين، وبيكون الفريق الازرق معترض، بس الحراس بيعرفوهم انهم ممكن يبدلوا الاماكن، وبنروح لوانج وبيكون وصل لعند المركب وبيكون مستني تشوي وبيكلمه، بس تشوي بيعرفه ان في حاجه لازم يتاكد منها الاول، فبيقول له وانج انت برضه لسه شاكك في القبطان، وبيسيبه وبيتحرك على المركب. وبنرجع للقاعه وبيكون في ست مجنونه وبتقول على نفسها اله، وبيكون في ناس مصدقينها وفاكرين ان هي هتنقذهم، وبيروح لليوتيوبر اللي عند جون هي وبيطلب منها تبدل معاه وهو يحميها هي والطفله، بس جون هي بتكون رافضه وبتقول انها هتحمي نفسها، فبيطلب منها اليوتيوبر ان اول ما اللعبه تبدا تخلص عليه عشان تعيش هي والطفله، وبتكون الست العجوزه قاعده مع ابنها وبيكون ابنها عايز يبدل معاها الادوار لانها مش هتقدر تقتل حد، وداي هو بيحاول يبدل مع اي حد عشان بيكون خايف من سونج، وبيكون سونج مركز معاه فبيتعصب داي هو عليه وبيروح يمسك فيه وبيقول له ما تشيلنيش ذنب كل اللي حصل، المفروض كنت تسمع كلامي ونقتل الفريق المنافس وهم نايمين ونصوت وننهي اللعبه. وبيجي واحد من الحرس وبيوقفه وبيعرفوا ان اللعبه هتبدا، وبيتحرك الفريق الازرق عشان يستخبى، وابن الست العجوزه بيبدل معاها وبيعرف ان اول ما اللعبه تبدا هيدور عليها عشان يحميها، وجون هي بيتبدل مع اليوتيوبر وبيدخلوا القاعه بيبدا العد التنازلي او الفريق الازرق بيستخبى وبيخلص العد، وبيدخل سونج وبيكون عايز ينتقم من داي، وبيبدا الفريق الاحمر ينتشر في كل مكان والفريق الازرق بيكون مستخبي، وبتظهر الست المجنونه هي والمجموعه بتاعتها وبيكونوا بيدوروا على المخرج، وبيكون هيون ماشي ومعاه الست العجوزه وجون هي، وهو بيفهم هيون لغز الباب
وبيعرف ان كل مفتاح ليه شكل مختلف وبيفتح باب معين، يعني لازم يتعاونوا. وبيروح لسونج وبيشوف داي وبيطلع يجري وراه، وبيوصل داي عند باب وبيفتحه وبيكون هيقع. وبيوصل سونج لعنده بس مش بيرضى يقتله وبيسيبه يهرب. وبتقع جون هي وبيوصل واحد من لابسين احمر وبيكون عايز يقتلها، وهيون بيتقاتل معاه وبيقدر ياخد منه السكينه وبيخلص عليه. وبيكملوا في طريقهم، وبيكون اليوتيوبر قدر يقتل حد ويروح يدور على جون هي عشان يحميها. وسونج بيكون مش راضي يقتل حد وبيتمشى في المكان. وبيظهر داي وهو بيجري وبيكون في واحد بيجري وراه وبيقدر يجرحه، بس داي بيقدر يقاومه وبيخلص عليه. وبيكون ابن الست العجوزه ماشي وبيلاقي باب عليه دم، وبيدخل الاوضه بيلاقي واحد مصاب وبيترجاه ما يقتلهوش. وبيكون ابن الست العجوزه هيسيبه، بس اللي لابس ازرق بيهجم عليه وبيقدر ياخد منه السكينه وبيكون هيموته، بس في واحد معدي بيخش وبيلحقه. وبتكون جي هي بتولد والست العجوزه بتساعدها. وبنروح للست المجنونه بتكون ماشيه وبتوصل لعند باب وبتقول ان ده باب الخروج، وبتفتح الباب وبتطلع تجري. وبيخرجوا اللي لابسين احمر وبيخلصوا على كل الموجودين معاها. وبتفضل تجري لحد ما بتوصل عند سونج، واول ما بتشوفه بتشتمه، واول ما بيقرب منها بتخاف وبتقول انا شفته داي وكان رجله مصابه وعماله تنزف. فبيسيبها سونج وبيتحرك ورا اثار الدم. وبتتحرك الست العجوزه وبتدخل اوضه بتلاقي المخرج، بس بتكون محتاجه 3 مفاتيح. وبيكون ابن الست العجوزه عمال يعيط لانه مش عارف يقتل حد وبكده هيموت. وبتنجح الست العجوزه انها تولد جون هي، وبيدخل عليهم واحد لابس احمر بس هيون بيقوم يتقاتل معاه، وهيون بيتصاب بس بيقدر يخلص عليه. وبيقدر يلاقي باب المخرج وبيفتحه بالمفاتيح اللي معاه. وبيرجع عشان يجيب الباقي، بس اليوتيوبر بيجي من ظهره وبيخلص عليه. وبيفضل يبص لبنته وبيسيبهم وبيمشي. وبيزعلوا على هيون. وبيوصل سونج لعند داي وبيكون خايف وبيعترف بحقيقته، وبيعرفوا انه ضحك عليه وانه ما خدمش في البحريه وانه طول عمره فاشل. وبيتعصب سونج وبيكون هيقتله، فبيطلع داي سكينه وبيحاول يضربه. وبتتحرك الست العجوزه ومعاها جون هي وبيوصلوا لعند باب الخروج. وبيكون لسه سونج وداي بيتخانقوا، وبيقول داي لسونج ان كل اللي حصل غلطته وان هو السبب في موت الناس دي كلها. وبنرجع للست العجوزه وبيكون ابنها معرفش يقتل حد وبيكون عايز يقتل جون هي، بس الست العجوزه بتمنعه وبتطلب منه يقتلها هي. وسونج بيكون الغضب عميو وبيخلص على داي. وابن الست العجوزه ما بيقدرش يقتلها، فبيروح لجون هي وبيقول لها انا اسف وبيكون هيطعنها، بس امه بتضربه من ظهره وسونج بيكون منهار وبيكون هيموت نفسه، بس الحرس بيوصلوا لعنده وبيمنعوه. وبنروح لسيون وبيكون معاها الرسام وبيكون لابس لبس الجنود عشان محدش يعرفه. وبيكون كده تم اقصاء 35 لاعب ومش باقي غير 25. وبنروح لقاعه وبيكون فيها ناس مقنعين وبيكونوا دول ضيوف للعبه. وبنروح لوانج وتشوي بيتصل بيه وبيقول له انا طلعت صح والقبطان ده وراه حاجه، وبيعرفوا انه سأل عليه كل الصيادين ومفيش حد يعرفه. وبيعرفوا كمان ان في بطاقته اسمه مختلف عن اسمه الحقيقي. وبنروح للقاعه وبيحصل تصويت كالعاده عشان يعرفوا اللعبه هتكمل ولا لا. والعجوزه بتفضل تتحايل على المتسابقين عشان يرفضوا ان اللعبه تكمل عشان جون هي والطفله ما يموتوش. وبنروح لغرفه العمليات ويوصلوا الجنود على هناك وبيلاقوا كل الجنود مقتولين. وبتوصل سيون لعند قائد الجنود وبتثبته وبتطلب منه عينه هي والرسام يراقبوا المحيط ويسيب لهم مركب. وبتقعد الست العجوزه مع سونج وبتقعد تحكي له قصص عن ابنها، وبتعرفوا ان هي اللي قتلته بنفسها. وبتطلب منه يساعد جون هي وطفلتها، بس سونج بيتاسف لها وبيقول لها انا مش الشخص اللي انت عايزاه. وبنروح لتشوي وبيوصل لعند بيت القبطان وبيقتحمه عشان يدور على اي دليل. وعند سون بيوصل لها الضابط المفتاح مع الاكل. وفي قاعه المتسابقين بيدخل عليهم الجنود وهم معاهم تابوت، وبيكون الست العجوزه انتحرت، والجنود بيكونوا لسه في اوضه العمليات وبيحاولوا يعرفوا ايه اللي حصل. وبيكتشفوا ان الضابط رقم 16 مات وان الرسام هو اللي منتحل شخصيته. وتشوي بيكون لسه قاعد بيدور في بيت القبطان وبيلاقي له صوره مع ابو بدله، بس الكلب بيدخل لبيته وبيهجم عليه، فبيطلع مسدسه وبيخلص عليه. وبيجي تاني يوم وبيستعدوا المتسابقين عشان اللعبه الجديده. وبتكون جوي هي عايزه تسيب بنتها عشان بتكون خايفه عليها. وبنرجع لتشوي وبيلاقي فلوس كتير ولبس الجنود، بس الشرطه بتوصل لعنده. وبيروح سونج لعند جون هي وبياخد منها الطفل عشان يحميها. وبيكونوا ضيوف اللعبه بيتفرجوا على جون هي وبيقولوا انها مصابه وصعب تعمل حاجه. وجون هي بتعرف سونج انها كانت بتفكر تتخلص من الطفله، بس الست العجوزه هي اللي منعتها. فبيقول لها سونج انت عملتي الصح، وبيقول لها انا عندي بنت بس عمري ما كنت اب صالح ليها، وكنت دايما بتفرج عليها من بعيد وهي بتكبر وبكون حزين. وبيقول لها انت لازم تعملي اي حاجه عشان تحافظي على حياه بنتك. وبنرجع للعملاء وبيعرفوا اللعبه هتكون عباره عن ايه، وبيكون في واحد فيهم مراهن ان جون هي هتكسب، بس بعد ما بيعرف تفاصيل اللعبه بيقول ان ده مستحيل. بس بيعرفوهم انهم ممكن يستخدموا الطفله وجون هي هتكون عايزه تحميها وممكن تتحول لبطله. وبيوصلوا المتسابقين وبيعرفوا اللعبه عباره عن ايه، وبيكون المفروض يعدوا الناحيه التانية ويعدوا الحبل. وبيتصدم الكل لما بيسمع اللعبه، خصوصا جون هي لان رجليها مصابه، وبيبص جون على رجليها وبتكون حالتها صعبه. وبتشتغل اللعبه والحبل بيتحرك بسرعه والعملاء بيكونوا مستمتعين وكل المتسابقين بيكونوا خايفين. وبيقول سونج لجون هي انها تسيب الطفله هنا وبعد ما اللعبه تخلص يرجعوا ياخدوها، بس بيجي لهم جندي وبيعرفهم ان لازم كل اللاعبين يعدوا بما فيهم الطفله والا هيتم اقصائها. وبيكون سونج متعصب فبيرفعوا عليه السلاح هو والطفله.
وجون هي بتطلب من سونج انه ياخد الطفله معاه، وبيتحرك اول لاعب على الجسر وبيقدر يوصل لنصه، بس بيفقد تركيزه والحبل بيطيره، وسونج بيربط الطفل على بطنه وبيبدا يتحرك، وبيقول العملاء على سونج مجنون لانه كسب قبل كده ورجع تاني. وبيتحرك سونج وبيكون هيقع بس بيمسك نفسه وبيفضل مكمل لحد ما بيوصل عند حته مكسوره، وكل اللاعبين بيقولوا ينط وبينجح، وبيفضل مكمل لحد ما يقدر يوصل للناحيه التانيه، والكل بيكون مبسوط، وبيسيب سونج الطفله وبيكون عايز يرجع عشان يجيب جون هي. وبيفضلوا متسابقين يعدوا، وفي واحد بيعدي ويزوق اي حد يعدي وراه عشان عدد اللعيبه يقل والفلوس تزيد، وبيفضلوا يتحايلوا عليه عشان يعديهم بس هو بيكون رافض. بس سونج بيروح له وبيقول له سيب المتسابقين يعدوا والا هيزقوا، فبيخاف وبيقف على جنب، وسونج بيبدا يساعد المتسابقين، وبيكون واقف بيبص لجون هي وبيكون خايف عليها. واليوتيوبر بيروح لجون هي وبيكون عايزها تيجي معاه بس هي بتكون رافضه، وبتكون متضايقه منه بسبب ان هو قتل هيون، فبيقول لها انا ما كنتش اعرف انه معاكم، وبيفضل يتحايل عليها عشان تيجي معاه، فبتوريه رجليها وبتصدم من الاصابه اللي عندها، وبتساله لو يعرف يشيلها. وبيهجم الشخص اللي كان عايز يوقع الناس على سونج، وبيكون عايز يموت سونج، بس سونج بيقدر يضربه في عينه والحبل بيطيره لتحت، وبيطلب من المتسابقين ينجزوا بسرعه عشان يلحق يجيب جون هي. ومش بيتبقى غيرها هي واليوتيوبر بيسيبها والكل بيعدوا، وبيتبقى دقيقه وبيكون سونج رايح يجيبها، بس هي بتمنعه وبتقول له ما يعديش، وبتشكره انه انقذ الطفله وبتقول له يخلي باله منها، وبتنط لتحت وسط صدمه الكل، واللعبه بتخلص. وبنروح للعملاء وبيكونوا مختلفين لان في مجموعه عايزين يقصوا الطفله، والمجموعه التانيه بيكونوا عايزينها تكمل لانها كده كده عدت خط النهايه، وبيسالوا رقم واحد عن رايه، فبيقول لهم يسيبوها تكمل على اساس انها امها. وبيكون سونج قاعد مع الطفله واليوتيوبر بيبص عليه من بعيد وهو حزين، وبيكون في اتنين قاعدين وبيقولوا ان كده اتبقى 8، ولو اتقسمت الفلوس عليهم هياخد كل واحد فيهم 5 مليار وشويه. وبيدخل عليهم الجنود وبيعرفوهم ان في 16 لاعب مات، ودلوقتي اتبقى 9 لاعبين، بس كل المتسابقين بيعترضوا وبيقولوا ازاي احنا 8، فبيقول ارقام كل واحد فيهم، وبيقول رقم جون هي، وكل المتسابقين بيقولوا اكيد انت اتلخبطت لان احنا شفناها وهي بتموت قدامنا، بس الجندي بيشاور على الطفله وبيعرفهم انها هتكمل مكان امها، وكل الموجودين مش بيكون فارق معاهم الطفله، وبيكون فارق معاهم ان كده نصيب كل واحد فيهم هيقل، وبيقولوا طالما ام الطفله ماتت لازم نقصي الطفله هي كمان، وبيبداوا يقربوا من سونج بس الجنود بيضربوا نار وبيخوفوهم. وبيروح لتشوي بيكون في اسم الشرطه، والمحقق بيساله كان بيعمل ايه في بيت القبطان، فبيقول له تشوي انا كنت بدور وراه لانه مجرم خطير، واللبس والفلوس اللي انت لقيتها اكبر دليل. فبيقول له المحقق انا بقالي 20 سنه بتعامل مع تجار مخدرات وسلاح، وعمري ما سمعت عن عصابه بيلبسوا احمر وقناع اطفال. بس تشوي بيتعصب عليه ويوريه الصوره اللي فيها القبطان مع ابو بدله، وبيقول ان الراجل اللي في الصوره ده قتل واحد كان بيعتبره زي اخوه وانه لازم يتحرق عنه. فبيقول له المحقق انا اتحريت عنك ولقيتك عامل جرائم كتير، فبيقول له تشوي سيبك مني انا دلوقتي ودور ورا القبطان، وبيتصل بمركز الشرطه بالقبطان وبيعرفوا ان في حد حاول يقتحم بيته وكان عايز يسرق الفلوس واللبس، فبيسالهم القبطان عن اسمه فبيعرفوا انه تشوي، وبيعرفوا كمان انه بيقول حاجات مجنونه عليه زي انه شغال مع جماعه اجراميه بيحطوا الناس على جزيره وبيقتلوهم. بس تشوي بيتعصب وبيتخانق مع الشرطه عشان بيكون عايز تليفونه عشان يكلم وانج، بس هما مش بيكونوا راضيين بس بيهدوه في الاخر وبيوافقوا، وبيكون القبطان سامع تشوي وهو بيزعق وبيجيبله ظابط التليفون عشان يتكلم، بس تشوي بيشد منه التليفون وبيطلع يجري وبيتصل بوانج، وبيعرفوا ان القبطان واحد من اللعبه، وفي نفس الوقت بيكلم القبطان المركب التاني عشان بيكون في مجموعه عليه عشان يبحثوا اسرع، وبيعرفوا انهم اتكشفوا وبيقول له يقتل كل اللي عنده. وبيكمل تشوي كلامه وبيعرف وانج انه شاف صوره القبطان مع عبادله، وبيقول له خلي بالك عشان هو عارف ان انا كشفته، وبيروح القبطان وبيجيب سلاحه وبيبدا يقتل كل اللي على المركب، وبيدخل الاوضه ومش بيلاقي غير واحد وبيكون متصاب، وبيسالوا القبطان عن مكان وانج فبيقول له بص وراك، وبيضربوا وانج بالخطاف وبيقع على الارض وبيسال وانج هو ليه بيعمل كده، فبيعرفوا انه كان بينفذ الاوامر، وبيقول له هو كان عايز نحافظ عليك عايش، وبيسال وانج عن مكان الجزيره فبيقول له هتعمل ايه لو رحت انت دلوقتي لوحدك ومعكش حد يساعدك، وبيخلص كلامه وبيموت. وبنرجع للمتسابقين وبيتعمل لهم عشاء كمكافاه لانهم وصلوا للعبه الاخيره، وبيعرفوهم الجنود اللعبه هتكون عباره عن ايه، وبيعرفوهم انهم لازم يصوتوا على 3 لعيبه عشان يتم اقصائهم، وبكده يكونوا خلصوا اللعبه ويقدروا ياخدوا الفلوس ويعيشوا، وبيعرفوهم كمان انهم ممكن يصوتوا على عدد اكبر عشان نصيب كل واحد فيهم يزيد، وبيكونوا المتسابقين متحمسين للفكره، وبيجي وقت التصويت ومفيش غير سونج وواحد كمان بيصوتوا ان اللعبه تقف، وبنرجع للمركب وبيحاول لوانج يعالج زميله، وبيحاولوا يكلموا المركب التاني ومش بيردوا وده معناه انهم اتقتلوا، وبيروح لوانج يبص على الخريطه وبيفتكر المنطقه اللي القبطان قال له يبعد عنها لان التيار هناك شديد، وبيكون لوانج متاكد ان الجزيره في المنطقه دي، وبتظهر سيون مع الرسام وبيركبوا قارب وبيهربوا من الجزيره، وبيجي اتصال للاعب رقم 1 وبيكون ده القبطان بتاع المركب التاني، وبيعرفوا ان قدر يخلص على كل اللي عنده، بس المركب الاول قدر يخلصوا على القبطان، وبيتواصل قائد الجنود مع سيون وبيطلب منها ترجع للجزيره من تاني، وبيعرف انه يعرف كل حاجه عن الرسام، ويعرف ان بنته موجوده في المستشفى وبتعاني من السرطان، وبعد ما بتسمع سيون الكلام ده بتخاف على البنت وبتقرر ترجع للجزيره، وبيروح لعند المتسابقين وبيتفقوا انهم يخرجوا سونج والطفله واللي صوت معاه ان اللعبه تقف، وبكده هيكون نصيب كل واحد فيهم 7 مليار ونص.
وبترجع سيون لعند الجزيره وبتطلب من الرسام يكمل، وبيبلغ الشرطه اول ما يوصل. وبيعرف قائد الجنود ان القارب بدا يبعد تاني، وبيطلب من جنوده يخلصوا على سيون واللي معاها. وبيجي جندي لعند سونج وبيعرفوا ان اللاعب رقم 1 عايزه. وبيوصل سونج لعند اللاعب رقم 1 وبيقعد معاه، وبيديه اللاعب رقم 1 سكينه وبيطلب منه يقتل كل الناس اللي موجودين في القاعه، وبكده مش هيتبقى غيره هو والطفله، واللعبه ما ينفعش تتلعب باتنين. وسونج بيقول له انت ليه بتعمل كده معايا؟ فبيقلع القناع وبتصدم سونج لما بيعرف انه اللاعب رقم 1 وبيكون عايز يقتله، بس بيرجع في كلامه وبيكون ماشي. بس اللاعب رقم 1 بينادي عليه وبيقول له انت لسه بتثق في الناس. وبيرجع سونج وبيقرب من اللاعب رقم 100، وبيظهر اللاعب رقم 1 وهو قاعد مع واحد لابس قناع مميز وبيقول له انت لازم تقتلهم كلهم والا هيقتلوك. وبنشوف اللاعب رقم 1 وهو قاتل كل اللعيبه، وبيبان انه طلب منه نفس الطلب لما كان بيلعب اللعبه. وبيكون سونج متردد يقتل اللاعب رقم 1 ولا لا، بس بيتخيل جون هي وهي بتقول له ما تعملش كده، فبيرجع في كلامه. وبيجي تاني يوم وبيتحركوا المتسابقين على اللعبه الاخيره، وبتروح سيون لعند قائد الجنود وبتطلب منه يمسح سجل الرسام عشان محدش يعرف عنه حاجه. والقائد بيمسح السجل، بس بيعرفها ان في نسخه ورقيه في اوضه القائد. وبتثبته سيون وبتروح لعند الاسانسير عشان ياخدوا الورقه، بس القائد بيلف فجاه وبيحاول ياخد منها السلاح وبيضربوا في بعض، والمتسابقين بيركبوا اسانسير وبيطلعوا بيه لفوق. وبتكون سيون تعبانه ومش قادره تتحرك، وبيسالها القائد هي بتعمل ليه كل ده، فبتعرفوا ان الرسام عنده بنت وهو لو مات هي كمان هتموت. فبيقول لها القائد انت بتعملي كده عشان خاطر ما تحسيش بالذنب بسبب بنتك اللي اتخليتي عنها. وبيعرف ان هو كمان كان عنده شخص عزيز عليه ومات بسبب انه كان محتاج كليه، وبيضربها في جنبها بالسكينه. وبيتواصلوا معاه الجنود على اللاسلكي وبيعرفوا ان اللعبه هتبدا، فبيقول لهم ابداوا وانا جاي بسرعه. وبيبص وراه بيلاقي سيون بتحاول توصل للاسانسير، وبيمسك السكينه بيروح وراها، بس بتفتح الباب وبتاخد السلاح وبتخلص عليه. وبنرجع للعبه، وبيكون المفروض كل جوله يقعدوا يزقوا في بعض لحد ما واحد يقع، وبعدها ينقلوا للجوله اللي بعدها. وبيكون في لاعب بيهلوس وبيتخيل ان اصحابه بيشدوا لتحت عشان يموت معاهم. واللعبه بتبدا واللعيبه بيتفقوا هيموتوا مين، وبيكونوا عاوزين يبداوا بالطفله عشان هي اخرت مكان امها وهي ملهاش حق. وبيحاولوا يقنعوا سونج ان يسيب الطفله تموت، لان حتى لو خرجت بره مش هيكون ليها امل تعيش لان امها ميته. وبيسالوا لو في حد معترض على القرار ده، فبيعترض اليوتيوبر وبيقول لهم ان سونج مش هيسيبهم يقربوا للطفله وانه عمل المستحيل عشان ينقذها. وبيقول لهم احنا كده كده لسه في اول جوله، ليه ما نختارش الهدف السهل. وبيكون قصده على اللاعب 125، وكل الموجودين بيوافقوا الراي وبيبداوا يقربوا منه، ويفضل اللاعب يعتذر لهم وبيقول لهم سامحوني وسيبوني اعيش. بس اللاعب رقم 100 بيقول له احنا مسامحينك بس نط انت بنفسك وانجز. وبيجي اللاعب رقم 203 وبيزعق للاعب رقم 125 وبيكون رايح يزقه، بس بيرجع في كلامه وبيخاف للاعب 125 يمسك فيه ويقع معاه. بس اليوتيوبر بيتصرف وبياخد حديده من النص وبيروح عشان يزقه بيها، واللاعب رقم 125 مش بيكون معاهم، وبيتخيل حبيبته اللي ماتت وبتقول له تعالى معايا. واليوتيوبر بيقدر يوقعه، وبيظهر مجموعه من الجنود ومراقبين قارب بيدوروا على الرسام. وبتظهر سيون وهي بتدور على الارشيف، وبتدخل اوضه بتلاقي فيها زي على شكل اللاعب رقم 1 اللي كان موجود في الجزء الاول. وبنرجع للعبه وبينتقلوا للمرحله الثانيه، وبيكون اللاعب رقم 100 هيدوس على زرار البدء، بس اليوتيوبر بيمنعه وبيقول استنى الاول نفصل سونج عن الطفله. بس سونج بيكون رافض يتخلى عن الطفله، وبيحاولوا يقنعوه بس مش بيعرفوا. فبيتعصب اللاعب رقم 353 وبيمسك الحديده وبيتحرك ناحيته عشان يوقعه هو والطفله. بس سونج بيعرفوا انه لو وقع هو والطفله ممكن يكون الدور الجاي عليه، فبيقتنع بكلامه وبيرجع. وبيكون اللاعب رقم 203 مش فارقه معاه وعايز يوقعوهم هما الاثنين، وبيتخانقوا مع بعض. وبتوصل سيون للارشيف وبتقدر تلاقي الورقه بتاعه الرسام، وبيروح للرسام وبيكون راكب القارب، والجنود بيوصلوا عنده وبيضربوا عليه نار. وبيوصلوا عند القارب وبيكونوا هيخلصوا عليه، بس قبل ما يقتلوه بيتضرب عليهم نار من وانج. وبنرجع للعبه وبيلعبوا حجر ورا مقص عشان يعرفوا مين اللي هيفصل الطفل عن سونج، وبيبداوا يقربوا منه عشان ياخدوها منه. وبيكون رابطين اللاعب 336 عشان ما يوقعش وهو بياخد الطفله. وبيحاولوا يضحكوا على سونج وبيقولوا احنا هنعمل قرعه عشان نعرف مين اللي هيموت، وسونج مش بيثق فيهم وبيقول لهم ان هو اللي هيعمل قرعه، بس فجاه بيمسك اللاعب فيه عشان يعرفوا ياخدوا منه الطفله. بس سونج بيطلع السكينه اللي معاه وبيقطع الحبل، وبيجي اليوتيوبر من ظهره وبيزق اللاعب رقم 332، والكل بيتصدموا وبيعرفوا من اليوتيوبر انه بيحمي الطفله لانها بنته، وبيطلب من سونج يتحدوا سوا عشان يقدروا يعيشوا. وباقي المتسابقين بيتلموا على اللاعب 39 وبينزلوا في ضرب عشان يرموه الجوله الثانيه، وبيحاول يهرب فبيكسروا رجله. بس سونج بيهددهم بالسكينه وبيرفض اللي هما بيعملوه، وبيقول لهم احنا هنعمل قرعه بس الطفله هتكون براها. وبيهجم اللاعب رقم 203 على سونج وبياخد منه السكينه، وبيبدا اليوتيوبر يساعده وبيشتبكوا الكل. وبيقدر سونج ياخد السكينه ويطعن اللاعب رقم 203، وبيقدر اليوتيوبر يرمي واحد من فوق. وبيروح سونج لعند الطفله، وكده مش بيكون باقي غير اللاعب رقم 100 واللاعب رقم 39 اللي هو مضروب. بس اليوتيوبر بيروح لعند اللاعب رقم 100 ويرميه من فوق، والجوله الثانيه بتخلص واللاعب رقم 39 بيقرر يرمي نفسه من فوق، واليوتيوبر بيحاول يمنعه بس هو بيرفض وبينط. وكده مش بيتبقى غير اليوتيوبر والطفله وسونج. وبنروح لوانجو بيكون مع رسام وبيعرف انه لاعب مش جندي، وبيساله عن مكان الجزيره فبيشاور له عليها. والسون بتجمع ورق جميع اللاعبين عشان تولع فيه، واليوتيوبر بيكون عايز ياخد الطفله من سونج بس سونج بيكون رافض.
ووانج بيكلم خفر السواحل وبيعرفهم مكانه وبيجهز عشان يروح للجزيره لوحده. واليوتيوبر بيكون عايز ياخد الطفله من سونج ومش بيكون عايزه يعدي، بس سونج بيعرفه ان هو هيكشي نفسه، بس اليوتيوبر بيكون فاكره وبيضحك عليه عشان ياخد الفلوس كلها لوحده، بس سونج بيعرفه انه وعد انه يحمي الطفله وهيوفي بوعده، وبيسيب الطفله لليوتيوبر وبيرجع لورا. وبيكون الوقت خلاص بيخلص، بس سونج بياخد السكينه وبينط على اخر لحظه، وبيكون سيون ماسكه الملف بتاعها وبتلاقي مكتوب فيها انها هربت من كوريا الشماليه واتخلت عن بنتها. وبنرجع للعبه واليوتيوبر بيقول له سونج مش انت قلت انك هتضحي بنفسك؟ فبيقول له سونج انت ما تستاهلش، وبيهجم على سونج وبيكون هما الاثنين هيوقعوا. فبيقوم اليوتيوبر بيمسك الطفله وبيهدد بيها، وسونج بيسمع كلامه وبيرمي السكينه، وبيجري اليوتيوبر وبياخدها وبيطعن سونج في ظهره وفي ايده، وبيقعوا هما الاثنين من فوق، بس سونج بيمسك في حته حديده، وبيكون اليوتيوبر ماسك في الجاكيت بتاعه، بس الجاكيت بيتقطع واليوتيوبر بيقع. وبيرجع سونج وباقي العملاء مش بيكونوا مصدقين لان مفيش حد كسب اللعبه مرتين، وسونج بيتصدم لان زرار اللعبه مش شغال، وده معناه ان موت اليوتيوبر ما اتحسبش ولازم حد تاني يموت. وبيشغل سونج زرار اللعبه وبيشيل الطفله وهو حزين، والشين بتكون هتنتحر بس بتسمع صوت عياط الطفله وبترجع في كلامها. والوقت بيكون بيعدي وسونج بيكون ماسك الطفله وباص للعملاء وبيحط الطفله على الارض وبيودعها، وبيقف بيقول احنا بشر مش حصنة، وبيرمي نفسه من فوق وبيموت. وبكده تكون الطفله بس اللي فازت. وبيعرف اللاعب رقم 1 ان خفر السواحل قربه، وبيبدا يخلي المكان وبيفعل زرار التدمير الذاتي. ووانجي بيشوف القنابل وبيعرف انهم هيدمروا المكان، وبيروح اللاعب رقم 1 عند جثه سونج وبيبان انه حزين عليه. ووانجي بيدخل جوه اوضه القائد وبيشوف الشاشه وبيظهر فيها اخوه، فبيضرب عليها بالنار وفي باب بيتفتح وبيعدي منه، وبيوصل عند غرفه العملاء وبيكسر الشاشه وبيشوف اخوه، وبيساله عن سونج وبيساله هو ليه بيعمل كده، بس اخوه مش بيرد عليه وكل اللي على الجزيره بيهربوا، وبتكون سون معاهم. والعد التنازلي بيخلص والجزيره بتنفجر، وبيكون وانج قدر يهرب وبيشوف خفر الساحل وهم جينا عليه. وبيعدي 6 شهور وبيكون الرسام بيرسم سيون ومش بيكون عارفها وبيقول لها شكلها مألوف، وبتظهر بنت الرسام بعد ما اتعالجت وبتسلم عليها، وبيسألها الرسام هي هتعرف بنته منين، فبتعرفه انها سمعت عن حالتها لما كانت شغاله هنا. وبتسيبهم سيون وبتمشي، وبيجي لها اتصال من المؤسسه بتبحث عن الاطفال اللي ضايعين من اهاليهم، وبيعرفوها ان في حد شاف بنتها في الصين. وبيروح لعند السجن وبيخرج تشوي بيلاقي وانج مستنيها وصاحبه، وبيركبوا مع بعض، وبيكون تشوي حاسس ان هو ضايع ومش عارف يعمل ايه، وبيسأل وانج لو هيرجع يخدم في الشرطه تاني. فبيقول له وانج بعد اللي احنا عملناه ده كله اكيد لا. فبيقول له تشوي خلاص تعالى اشتغل معايا، انا بدي ناس قروض وبساعدهم. بس صاحبه بيقول له انت كداب ومش بتساعد حد، بس وانج بيقطع بيقول له انت معكش فلوس، وبيكون كل فلوس سونج اتسرقت. وبيقول له تشوي ان محدش كان يعرف مكان الفلوس دي، وبيقول تفتكر ان سونج يكون لسه عايش وهو اللي اخد الفلوس. وبيرجع وانج على بيته بيلاقي الطفله ومعاها جواب مكتوب فيه اللاعب الفائز وفي فيزا فيها الفلوس اللي كسبتها واللي هي 45 مليار. وبتظهر سين وهي في المطار وبتستعد عشان تروح للصين وتدور على بنتها، وبيروح تشوي لمكان العصابه القديم وبيكون عايز يظبطه ويخليه فندق، وبيدخل الاوضه اللي كان فيها الفلوس، وصاحب تشوي بيقول له ما ممكن يكون المحقق هو اللي اخد الفلوس، بس تشوي بيقول له مستحيل. وبيروح اللاعب رقم 1 لعند بنت سونج وبيعرفها انه جاي من طرف ابوها، بس هي بتكون زعلانه من ابوها عشان بقاله كتير مش بيكلمها، وبيكون هتقفل في وشه الباب، بس رقم 1 بيوقفها وبيعرفها ان ابوها مات وبيديها الحاجه ويبان عليه انه متاثر. وبيمشي وبتفتح البنت الصندوق وبتلاقي فيزا فيها فلوس اللي سونج كسبها، وبنعرف ان اللاعب رقم 1 هو اللي سرق الفلوس دي واداها لبنت سونج. وبيظهر وهو ماشي في الشارع وبيشوف واحده من عملائه وهي بتلعب مع الناس في الشارع عشان تدخلهم اللعبه، ويبان كده ان لعبه الحبار مش هتنتهي. وبكده خلص المسلسل. يلا